السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جاي لكم في فيديو جديد. متنسوش طبعا اللايك الجميل بتاعكم. النهارده بقى نعمل حاجة كده خفيفة جوع نص الليل. هنعمل لهم بقى الاندومي بتاع البيت. طبعا عندنا عيالنا كلهم عشاق الاندومي، مفيش طفل في كل بيت ما بيعشقش الاندومي، كان كبير او صغير. فانا بقى اعمله لكم في البيت بطريقة صحية جدا، جربوها هتعجبكم. معانا هنا كيس من المكرونة الاسباجيتي، معانا معلقة من توم بودرة، بصل بودرة، نقطة صغيرة من فلفل اسود، معانا هنا كركم او كاري مش هيفرق، نقطة صغيرة من الشطة، مكعبين من المرقة. دي التوابل بتاعت الاندومي بتاعنا. الاندومي الجاهز، جربوها يعجبكم جدا. شوفوا معانا الطريقة. معانا هنا حلة على النار هتغلي، حط فيها الاول شوية ملح، سيبها تغلي معانا، نرجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه. هنا هي الميه غليت معانا، الميه. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتنا. طبعا احنا عايزينها بقى طويله كده زي ايه، زي الاندومي، عشان اول ما يشوفوه يقولوا ايه ده، اندومي. ما رضيتش اقسمها نصين عشان تبقى طويله كده زي الاندومي. جربيها لاولادك وان شاء الله هتعجبهم، هقولك ازاي جاهز يا ماما بالظبط. طبعا لازم نخاف على صحه اولادنا، ايام الشتا دي اصلا بتبقى كلها تعب وبرد، وربنا يحفظ اولادنا يا رب العالمين. نسيب بقى المكرونه تتسلق معانا بقى. معلقه طاسه على النار، نحط فيها حوالي معلقتين كده من الزيت، وننزل بيها بقى بالتوابل بتاعتنا ديت قلتلكوا عليها. هنزل بقى التوابل بتاعتنا كده في معلقه الزيت دي على نار هاديه يعني. كل التوابل كده تخش في بعضها، تدينا بقى الريحه الجميله بتاعت الاندومي. تشويحه بسيطه كده بالتوابل بتاعتنا مع الزيت. المكرونه بقى تتسلق معانا وارجع اقولكوا هنعمل ايه. المكرونه طبعا مش هنسيبها تتسلق قوي، هي بس عايزاها نص سلقه، نص سلقه بسيطه بس. بعد كده بقى هقولكوا هنعمل فيها ايه. كده خلاص المكرونه بتاعتنا خدت نص السلقه. هصفيها بقى من الميه دي ميه النشا اللي نزلت كل فيها النشا بتاعتها. انا مش محتاجه الميه بتاعتها دي، انا غاليه ميه تانية نضيفه، هقول لكم هعمل بيها ايه. نصفي بقى المكرونه. بسم الله بسم الله. نصفيها، حل على النار تاني. كده اهو خلصت من كل النشا اللي فيها، هي كده نص سوا. انا هحط لها ميه سخنه تاني على النار. هنا بقى حطيت شويه من الميه على النار غليوا معانا، طبعا اقل من الميه التانية. نحط بقى فيها التوابل بتاعتنا، ناخد شويه كده من الميه المغليه دي على التوابل بتاعتنا. نقلبها كده. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا كده على الميه. ننزل بقى كل اللي في الطاسه ده كده. الميه غليت معانا اهي، حطيت فيها التوابل، هي نفس لون الاندومي دي ولا لا. احط بقى انزل بقى بالمكرونه بقى بتاعتنا. نزلت اهو بالمكرونه اهي، سيبها بقى تاخد سوا بقى ايه في التوابل كده، وتخش في المكرونه كده تديها طعم بقى الاندومي بقى اهي. اهي تاخد لها غلوه كده ونفضيها بقى مع بعض اهي. اهي اندومي دول مش اندومي، اندومي اهو. اعمليها بقى لاولادك هيحبوها، يقولوا لك اعملها لنا يا ماما على طول.
أنا عندي عيالي بيعشقوها، هما بيعشقوا حاجة اسمها اندومي، على طول بيحبوا يشتروه. قلت بقى لأ، قررت ان انا اعمله لهم في البيت. الاندومي بتاعنا استوى اهو، نفضيه بقى كده مع بعض. بصوا اهو اندومي اهو، اهو ما شاء الله، اندومي بالفريخ اهو. نحط بقى شوية بقى الشوربة بتاعت الاندومي. انا بقى مخليهم قاعدين جوه بقى، قلت لهم بقى اعمل لكم حاجه ايه لجوع نص الليل، ما يعرفوش ان انا بعمل لهم اندومي اهو. ما شاء الله اندومي اهو، جربوا الطريقه هتعجبكم جدا اهو. ما شاء الله خلص معانا الاندومي اهو اهو اهو. ندوق، جميل، تحفه تحفه بجد، جربوها يعجبكم. يلا لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.